السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة الفيديو ده خد مني حوالي شهر تجهيز عشان اعرف اصور، عشان اقدر اخلي عيون البوتاجاز توصل للمستوى ده. اكل بقى، تحمير عليها، كل حاجة عشان اعرف اوصلها للشكل ده. تعالوا بقى نشوف هتبقى شكلها ايه. زي ما انتوا شايفين باللمعة والروعان ده. طيب هتاخد مننا مجهود؟ لا مش هتاخد مجهود. طب هتاخد مننا وقت؟ بسيط جدا. طب ايه هي الطريقة؟ عرفيها لنا. تعالوا اما اوريكم الطريقة، بس ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. فيديو صناعة غسالة اطباق في البيت من غير ولا مليم حقق نجاح فظيع جدا جدا جدا. متشكرة جدا جدا ليكم. تعالوا بقى نشوف ازاي تعملوا قاهر الدهون في البيت ومش هيكلفكم 5 جنيه. طبعا شايفين منظر عين البوتاجاز وصل لحد هي لونها اصلا مش باين. تمام. كل عين واخدة على قد استخدامها. يعني العين اللي بستخدم عليها حاجات كتير وكده هي اللي اكتر اتساخا. تمام. زي ما انتوا شايفين المنظر بتاع العيون عامل ازاي. شهر او حوالي شهر انا مبقربش منه. ده بقى المكون السحري والخطير واللي هنستخدمه في وصفات تانية كتير. ده ملح، حوالي 3 معالق كبار ملح، وكيس الملح ب1 جنيه. ده بقى ملح عندي كان وقع مني فلميته وقلت استخدمه بقى في وصفة من الوصفات. طبعا مش هينفع استخدمه في الاكل، فاستخدمه في وصفة من الوصفات اللي بستخدم فيها الملح. ودخل ازازة الخل ب5 جنيه واحنا مش هنستخدمها كلها. يبقى احنا الملح حطينا منه حوالي 3 معالق كبار ملح، والخل هنستخدم منه 1.5 كوباية خل. تمام. علشان نقدر نوصل العيون بتاعة البوتاجاز للمعة اللي شفناها في بداية الفيديو مع بعض. عايزاكم بس تكتبولي في الكومنتات طبعا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبتتابعوني من انهي بلد، لان دي مهمة عندي عايزة اعرفها. بعد النجاح الكبير اللي حققته في فيديو صناعة غسالة اطباق في البيت من غير ولا مليم، عايزة اعرف اكتر جمهوري من اي دولة. طبعا بتشرف بيكم كلكم ومبسوطة منكم كلكم بجد. كده بقى رشة محترمة كده من مسحوق المواعين. وهقول لكم في فيديو عن افضل مسحوق مواعين انا استخدمته على الاطلاق. طبعا احنا كلنا دلوقتي ولازم نلتزم ونصر على كده مقاطعين لكل المنتجات اللي بتدعم الكيان الصهيوني، ومستمرين جدا 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 في الدعاء. دلوقتي انا جبت مية مغلية ورحت دلقاها على اللي احنا عملناه ده. بصوا مجرد ما هزيت الطبق الاتساخات طلعت اصلا في الطبق. تمام. يبقى احنا كده مرة تانية استخدمنا حوالي 3 معالق كبار ملح وكوباية ونص خل، وقلبناهم مع بعض ومية مغلية. دلوقتي انا سبتهم 10 دقايق وهاجي اقلب عيون البوتاجاز الناحية التانية. سبتهم برضو حوالي 10 دقايق كمان. سيبيهم واعملي اي حاجة، يعني هتغسلي بقى المواعين، هتنشري غسيل، اي حاجة. زي ما انتوا شايفين دلوقتي احنا سيبناهم في المية بقى حوالي تلت ساعة. انا سبتهم اقل من كده بس ممكن تسيبيهم تلت ساعة كويس. ليفة بقى، ليفة سوري سلكة صابون المواعين وعليها مسحوق المواعين اللي قلنا هنعمل فيديو عنه مع بعض. الحتة دي انا كنت عملتها بس الموبايل فصل وقتها. بصوا مش مجهود اصلا، يعني مش مجهود لو انت استخدمتيها من غير الخلطة دي. بص انا بس بعملها بالسلكة كده عشان تشيل الوش بس. كانت سهلة جدا جدا معايا، ريحتني جدا عن الطرق التقليدية. في ناس ممكن تكون بتستخدم الحاجات زي باور او الحاجات دي. انا شخصيا بتعب من الحاجات الكيميائية دي، ريحتها بتأثر جامد جدا فيا، وكمان بتبقى مكلفة دلوقتي. فاحنا بأقل من 5 جنيه عملنا حاجة قضت لنا على الدهون اللي في عيون البوتاجاز. زي ما حضراتكم شايفين. عايزاكم برضو تقولولي في الكومنتات كده بتفضلوا الفيديو الصامت ولا الفيديو اللي بشرح زي ما بتكلم كده.
لان بشوف برضو في فيديوهات ناس بتكتب ان هي بتفضل الفيديو الصامت، وناس بتكتب ان هي بتفضل الفيديو اللي بشرح صوتي. فاكتبولي برضو انهي احسن. زي ما انتوا شايفين يعني لمعتها باينة عليها. تنسوش لايك للفيديو لان ده بيشجعني جدا جدا جدا، واشتراك في القناة، وتفعلوا زرار الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد باذن الله يوصل لكم. انا كده بحاول اوصل للحتت اللي هي اللي ليها سنون 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 كتير دي، بحاول اوصل لها بالسلكة علشان كلها تنضف تماما. بصوا منظر المية بقى عامل ازاي. واحط في السلكة شوية صابون وشوية خل. عايزة اقول لكم ان الخل مكون فظيع جدا جدا جدا، لا غنى عنه في مطبخك، سواء للاكل ده ركن، وللتنظيف ده ركن تاني خالص خالص. هو طبعا غالي دلوقتي، بقت الازازة ب5 جنيه، بس بالنسبة لمنتجات التنظيف فهو سعره كويس يعني. انا في المقطع ده مش مسرعه الفيديو ولا حاجه، عشان اوريكم هي خدت معايا وقت قد ايه. يعني هي خدت وقت اصلا، حاجات بسيطه جدا جدا جدا. وانتوا بتتفرجوا كده صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. وما تنسونيش بدعوة حلوة كده، وقولولي برضو في الكومنتات عايزين نعمل لكم فيديوهات عن ايه. انا بحاول الفترة دي اعمل فيديوهات توفيرية. كده ابتديت بقى في السطح بتاع عين البوتاجاز. عايزاكم بس تشوفوا منظر المية والدهون اللي نزلت فيها. بصوا المية مش صافية خالص، لانها الملح مع الخل مع المية المغلية شدوا كل الاتساخات اللي في عيون البوتاجاز، ونزلت في لون المية نفسه. بصوا باينة جدا. دلوقتي بقى هنشوف انا شطفتهم ونشفتهم وبقيوا بالمنظر ده. بجد 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 جمال جدا، والطريقة سهلة جدا. عايزاكم تجربوها وتقولولي رأيكم. وحولت تماما تماما عيون البوتاجاز، ومش هتاخد معاكي وقت. يعني انتي حطيهم عقبال ما تعملي اي حاجة تانية من الحاجات اللي وراكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.